تخيل انك قاعد بتتفرج على مسلسل او فيلم، مستمتع بالقصة ومتعاطف مع الابطال، فجأة تلاقي نفسك بعد شوية شايف الحرام عادي والغلط له مبرراته، والناس الطيبين بقوا هم المملين. هنا تيجي اللحظة اللي لازم تسأل فيها نفسك، هو أنا اللي اتغيرت ولا هم اللي لعبوا بعقلي؟ ازاي الدراما بتتحكم فيك من غير ما تاخد بالك؟ التكرار. عارف ليه الحاجات اللي كنا بنشوفها غريبة زمان بقت عادية دلوقتي؟ لأن كل يوم بيتقدم لك الفكرة بطرق مختلفة لحد ما عقلك يستسلم ويتقبلها. زمان البطل كان هو اللي بيحارب الفساد ويدافع عن الحق، دلوقتي البطل ممكن يكون نصاب، قاتل، أو حتى تاجر مخدرات، بس مكتوب بذكاء يخليك تحبه، تتعاطف معاه، وتتمنى انه ينجح. طب ليه؟ علشان تفقد قدرتك على التمييز بين الصح والغلط، ويبقى كل حاجة وجهة نظر. لو رجعنا للأفلام زمان هتلاقي إن العيلة كان ليها احترامها، الكبير كان ليه هيبته، الصح والغلط واضحين. دلوقتي كل القيم ديت بقت محل سخرية، وطلع لينا قيم جديدة زي اعمل اللي يريحك وانت حر، حتى لو كان اللي يريحك ده